السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جمهورنا، جمهور قناة افتكاسات البيت المصري الحبيب. النهاردة أنبوكس بقى جديد وفتح علبة المايك الجميل بتاعنا اللي هو بويا في 10. المايك ده مايك من بويا، شركة بويا، وايرلس لاسلكي، بيتوصل بالموبايل، بيتوصل بالكاميرا، بيتوصل بالاندرويد والايفون. بس اللي معانا حاليا هو نسخة الاندرويد. طيب، لما بتفتح العلبة بتاعته بتجيلك الباكج ده كده المايك اللي هو فيه مايك واحد، في منه اصدار تاني بيبقى فيه اتنين من ده، اتنين من المايك نفسه. انا على فكرة بسجل بيه الان، هشيله من التليفون وهوريكم الصوت من غيره والصوت بيه عشان تاخدوا التجربة كاملة وتقرروا تشتروه ولا لا. وفي نهاية الفيديو هقول لك سعر المايك ده كام بالظبط. تابع معايا وهقول لك كل التفاصيل. المايك بيجي لك في دي القطعة اللي بتتوصل بالموبايل بتبقى هنا، ودي القطعة بتاعت المايك نفسه ذاته بتبقى في المكان ده. وهنا دي شهادة ورانتري تقريبا ضمان سنة. الشركة الأساسية بتاعته اللي هي إيه، فوتو إكسبرس، عشان بس في لعب كتير قوي في المايكات والحاجات دي. الشركة اللي بيجي لك معاها الورانتري الضمان بتاعها، الوكيل يعني أو المستورد فوتو إكسبرس. دي الشركة دي لو انت لقيت المايك بتاعك جاي منها اضمن ان هو المايك ده اصلي 100% ان شاء الله، لان فيه مايكات مضروبة. بيجي لك طبعا جوه العلبة النظام اللي هو بتاع الكتالوج، يعني تقراه او ما تقراهوش عادي. والافضل تقراه طبعا. بيقول لك ان هو بيتوصل بالكمبيوتر، يتوصل بالموبايل، سواء موبايل اندرويد او ايفون. بس نسخة الايفون مختلفة عن نسخة الاندرويد، خلي بالك. لو انت ايفون بتقول للراجل انا ايفون عشان يديك المايك المتوافق مع الايفون. وبيتوصل بالكاميرات طبعا الاحترافية لو حد عنده كاميرا احترافية. طيب انا هوريكم دلوقتي الصوت. هشيل المايك من التليفون ونشوف الصوت من غير المايك، ونحط المايك ونشوف تاني الصوت بالمايك بيبقى عامل ازاي. انا الان هشيل المايك وهتكلم من غير المايك. طيب انا كده يا جماعة الان فصلت المايك عن التليفون وبتكلم من غير المايك حاليا. اعتقد انتوا كده يعني واضح بالنسبة لكم الفكرة دي. القطعة اللي هي كانت ايه بتركب في التليفون، فانا شلتها الان. وكده دلوقتي الصوت من غير المايك، وده المايك في حد ذاته اهو. انا هوريه لكم برضو عشان يبقى كل حاجة معاكم. هو كده المايك. منتظر انت تقترن بالتليفون يعني، او توصله الاول لازم تحط دي في التليفون. بعد كده تعمل في باور هنا، تدوس على زرار الباور عشان المايك يفتح. ده الباور. طبعا هو ايه الصورة مش واضحة قوي، ممكن كده مثلا مع الفوكس. لا برضو مش هيبقى الزوم قد كده. لا مش هتيجي. يعني ده الباور، وده الزرار اللي فوق ده ايه، هو في زرارين كده واضحة. ده الباور، والزرار ده اللي هو مكتوب عليه نويز ريدكشن ان ار. لما بتدوس عليه بيتحول اللمبة من الازرق للاخضر. تعالوا نجرب كده نوصل المايك ونشوف. انا كده حطيت القطعة اللي هي كده، انا حطيت القطعة اللي هي في التليفون. الاول هينور دلوقتي، هيتصل بيها وينور. بص كده هو نور ازرق، كده اتصل بالقطعة، كده المايك متصل. بس عشان انا بعده عني فيبقى الصوت بعيد. إيه هنا لو دوست على زرار ان ار النويز ريدكشن ده هيتحول للون الاخضر. معنى كده ان المايك في وضع العزل، عازل للضوضاء. لو انت في دوشة حواليك هيعزل الضوضاء. انا هقرب المايك مني عشان تسمعوا الصوت بتاعه. هو كده طالما اللمبة دي اتصلت نورت، يعني متصل مش بتقطع، يبقى كده هو ايه، خلاص عمل كونكت مع القطعة اللي في الموبايل. هقرب بقى مننا المايك عشان معلش بقى ايه. ماشي انا كده حطيته. كده المايك قريب مني، وانتوا كده سامعين الصوت بالجودة الكاملة او بالجودة العالية بتاعته. حبيت طبعا انقل لكم انبوكس للمايك وتجربة مستخدم، وانتوا بنفسكم احكموا عن جودة الصوت. في حوالي دوشة على فكرة،
يعني في يعني صوت دوشة في الخارج، بس انتوا احكموا بقى هل هو عامل عزل كويس ولا لأ. يعني في تخبيط وفي دوشة حواليا، في ناس بتخبط جنبي فوق في المنزل يعني وكده. ما اعرفش طالع في الصوت ولا لأ التخبيط دوت. يعني انتوا احكموا هل هو عامل عزل كويس للضوضاء ولا لأ. دي كانت تجربة حبيت انقلها لحضراتكم. وبعد انا بعودكم دايما ان بعد استخدام فترة للمنتج بنزل لكم برضو فيديو اخر عشان نتابع مدى جودة المنتج، هل نشتريه ولا لأ، هل هو جيد ولا لأ. بعد مثلا استخدام للمايك ده 6 شهور كده ولا حاجة هنزل لكم فيديو تاني اقول لكم تجربة المستخدم بقى بالشكل الواقعي او العملي، وايه مميزاته وايه عيوبه، وهل يستاهل الفلوس ولا لا. طبعا جت اللحظة اللي كلكم مستنيينها، انا اشتريته بكام. هفتح الفاتورة واقول لكم بالظبط ثانية واحدة، عشان دي كانت من فترة. اقول لكم بالظبط انا جبته امتى وكان بكام. جبته شهر واحد اللي فات، 12 واحد بالظبط، وكان سعره 990 جنيه بالظبط. شهر واحد اللي فات. احنا حاليا في وقت نزول الفيديو بقى، معرفش هينزل امتى، شهر 5 او شهر 6 تقريبا، شهر 5 او شهر 6 ايا كان الوقت اللي هينزل فيه الفيديو. فيعني في فرق 5 شهور ما بين شراء المايك والفيديو. ممكن تحط يعني رينج زيادة بسيطة، لأن طبعا الأسعار زادت شوية. يعني قول رينج ال1000 جنيه، يعني زاد شوية عن ال1000 جنيه، أكيد هيكون وصل زيادة شوية عن ال1000 جنيه. ده النسخة اللي هو مايك واحد، لأن في نسخة تانية بيبقى فيها مايكين. تمام. انت لو بتعمل انترفيوز او بودكاستات وبيبقى في مثلا اكتر من واحد وبتحاور ناس او كده، فيفضل انت تجيب اللي هي ايه، اللي هو المايك اللي هو فيه 2 مايك مش واحد. لان واحد ده عايز مثلا صانع محتوى زينا بيعرض منتجات او حاجة وبيتكلم، فهيأدي الغرض معاه. انما لو انت بتعمل بودكاست وفي 2 بيتكلموا في وقت واحد، فيفضل حوار يعني او كده، فيفضل انت تجيب النسخة اللي فيها 2 مايك. اتمنى يكون الفيديو فات حضراتكم، ويكون المنتج يعني اللي قدمناه وشرحناه شرح وافي لحضراتكم. دايما بقول ما تبخلوش علينا بالتفاعل، لان هو ده اللي بيخلينا نستمر. احنا مفيش بجد يعني للأمانة مفيش عائد لحد الآن من القناة، إلا إن التشجيع بتاع حضراتكم هو اللي بيخلينا نستمر. واحنا بنصنع محتوى لان احنا بنحب نصنع المحتوى، مش عشان نتربح منه ولا كذا. لان هو اصلا الموضوع لحد الان يعني زي ما انتم عارفين، القنوات الكبيرة بس او الكبيرة جدا كمان هي اللي بتربح كويس من المحتوى، انما القنوات الصغيرة لسه بيبقى في البدايات. احنا ان شاء الله قناة كبيرة بيكم طبعا بوجودكم معانا، ولو واحد بس اللي متابعني وبقدم له حاجة تفيده، فده هيخليني انا استمر، حتى لو مفيش اي عائد من ورا صناعة المحتوى الا ان هو يشجعني بكلمة. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بإذن الله.